مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا اهلا فيكم. حبيت النهارده اقدم لكم بالطريقه السعوديه. انا بدي اصير سعوديه يا جماعه. للحين حبيت كل شيء مره والله. المهم لو لسه جداد معايا، انا فريده، والنهارده هاخدكم معايا في روتيني اليومي كل حاجه بالتفاصيل. قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك وتعملوا سبسكرايب، وتعالوا اوريكم كده قناه حلوه قوي كلنا نخش ندعمها. سايبه لكم اللينك في اول كومنت، واعملوا لها لايك واعملوا لها اشتراك في القناه بتاعتها. قبل ما اوريكم القناه بتاعتها، عايزه اقول لكم كلكم خليكم اقوياء دايما، وارموا اي كومنت سلبي او اي حاجه وحشه في حياتكم ورا ظهركم. حتى لو شفتوا حد بيوجعكم وبيهنكم اكنكم مش شايفينه، بالعكس ده هيزيدوا اكتر غل وغيظ ونفسنا وحقد وكل حاجه. خليكي دايما في القمه، وما لاقوش في الورد عيب قالوا له يحمل الخلدين. القناه دي زي ما قلت لكم بقى في اول كومنت هتلاقوا اللينك بتاعها. جايبه لكم هدوم العيد للناس اللي هو بتحب قوي الاسعار وتعرف منين والاماكن، وعامله لكم كل حاجه. وكمان الاكسسوري حلو جدا باسعار حلوه جدا بالاماكن كلها عندها في القناه بتاعتها. وكمان السليبر الاخير ده عامل 25 جنيه اي واحد منهم. طبعا استفسار الاماكن في اول كومنت اللينك بتاعها، فروح عندها واسال. نرجع بقى النهارده لروتيننا من تاني. عايزاكم كده دايما تكونوا متشجعين واقوياء، وترموا اي حاجه وحشه ورا اليوم. النهارده ابتدى معايا من الساعه 9 صباحا. اول ما قمت زي ما شفتوا في اول الفيديو دخلت التويليت، وبعد كده غسلت بشرتي بميه بس، مش بحط عليها اي حاجه تاني خالص. وناس كتير بتسالني يا فريده بتستخدمي بشرتك ايه؟ انا مش بستخدم اي حاجه غير ميه الصبح وفي وسط النهار او بالليل قبل ما انام. بغسل بغسول اسمه غرنيه، طبعا كلنا عارفينه. هو مش احسن حاجه ولا اوحش حاجه، وهو في الوسط وعلى قد ايدينا. طبعا ممكن تعملوا ماسكات وسكرابات، بس انا طبعا بخلي بشرتي تكون هاديه. ممكن من الحين للحين بقى اعمل يعني ماسكات وسكرابات على بشرتي. حلو بقى النهارده احكي لكم على اللهم بارك اللهم صل على النبي على جمال المكنسه. بجد انا بموت فيها، ضروري تجيبيها في حاجتك. هتقولي طب لو معهوش يا فريده عادي بقى، كل واحده بتمشي على ظروف اللي معاها، بس هي بجد مهمه جدا وهتريحك قوي لو تعملي يوم بالمكنسه بالكهرباء دي وترتاحي عليها 3 4 بتلم الوبره وبترمي لو في شعر ولا اي حاجه. طبعا احسن نوع في الماركات في الاجهزه كلها هي تورنيدو، اللي هو توشيبا العربي، وبعديها على طول او اول حاجه البراون، بعد كده توشيبا العربي، وبعديها على طول اللي هو فريش بقى والحاجات دي كلها. طبعا هي جوه فيها كيسه كده اللي هي بتبقى تلم التراب. انا من كل ممكن 3 4 مرات بفضيها عشان خاطر الموتور غلط ما يبوظ. طبعا انا ما كنتش متجوزه بيها لحد ما حوشت وربنا اكرمني وجبتها. بس بقى بصوا ما شاء الله الله اكبر، بتخلص معايا حاجات كتير قوي انجزتني. ممكن هي بتكون بتاخد وقت شويه بس يعني زياده عن الثانيه، بس حقيقي بتلم كتير على الاقل. الثانيه وانت بتكونوا سيبيها بتطلع العفره على الموبيليا وفي الجو في الحاجه، لا دي تحفه، بتشفط التراب بطريقه ما شاء الله الله اكبر. يلا بقى جهزوا انتوا كمان كده عشان عايزاكم بصوا تدوني كده باور وتعملوا كده حاجات واحده واحده، عشان قريب هنعمل مع بعض تنظيفات رمضان وبعديها تجهيزات رمضان، تفريزات او الفاكهه او الخضار، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ويلا كمان بحب افكرك في نص الفيديو لسه ما عملتليش لايك ولا اشتراك، اتمنى تعملي لي. وكمان اختي عندها قناه اتمنى تروحي تزوريها، القناه بتاعتها اسمها يومياتي انا واولادي، متاكده ان انتوا هتحبوها جدا، واعملوها اشتراك وفرحوا. ما تنسوش كمان تفرحوا البنوته القمر اللي في اول كومنت، مش تخسروا حاجه لما تدوسوا على اللينك بتاعها وتروحوا تبصوا عندها على الفيديوهات وتعملوا لها اشتراك وتكبروا بخاطر. طبعا جبر الخاطر على الله، بس الكلمه الطيبه صدقه، وانكم تخشوا كده تفرحوها. هنا بقى كنت بكنس بتاعه المطبخ، ومي اختي قالت لي خليها في المطبخ دي كانت بتاعه اوضه الاطفال. وبخصوص غرفه الاطفال، الناس كتير اللي بتقعد تقول لي في غرفه الاطفال نفضل ان احنا نعمل ركنه بدل السراير، عايزه اقول لك لا، السراير هتحتاجيها جدا جدا جدا، فبرجح لك انك لما تيجي تعملي غرفه ليفينج اللي هي او الاطفال حسب ما بتقولوا عليها، بتعملي سراير عادي. لو ما عندكيش مساحه ممكن تعملي سريرين فوق بعض وتعملي ركنه سيمبل تفصيل على قد المكان، وتعملي دريسنج كده في الحيطه بسيط برده هيبقى تحفه. طيب الناس اللي هتخيرني ما بين الركنه ما بين الانتري، طبعا الركنه. وكمان نسيت اقول لكم على حاجه، اشكركم جدا على ثقتكم فيا، انكم طلبتوا نفس العفش بتاعي من عند عمو، ان انا عملت عنده عمو منصور. حطيت لكم الرقم بتاعه في الفيديو يعني في الفيديوهات اللي فاتت، وهو بجد يعني كلم احمد وشكره وقال له بجد شكرا. جاله ما شاء الله ناس كتيره، وفي ناس كمان عملت نفس ترابيزه الشاشه بتاعتي ونفس الركن ونفس الحاجات. بصراحه عمو منصور حاجته جميله جدا اللهم بارك، فبجد دي حاجه فرحتني قوي، وشكرا على ثقتكم انكم بجد يعني رحتوا للراجل اللي انا عملت من عنده وبتعملوا نفس الحاجات. المهم تعالوا نجهز دلوقتي عشان نعمل سيشن رمضان. يلا تعالوا جماعه، احنا لبسنا دلوقتي، وزي ما قلت لكم رايحه اعمل سيشن النهارده عشان سيشن رمضان. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يدخل عليكم بالمن والسلوى والبركات. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا الاشتراك. لسه اليوم بتاعنا لسه هنخلصه دلوقتي معانا، يعني هنروح مع بعض ولسه هنرجع نعمل عشاء، وهنعمل شويه تظبيطات في البيت واوضه النوم تتكنس، وهنعمل حبه حاجات. اهم حاجه بيتنا يكون نظيف ريحته حلوه ومتعطر وكل حاجه. يا رب يكون خير ودايما فيكم طاقه ايجابيه في كل حاجه حلوه. بحبكم كتير 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 كتير.
شفتي؟ ارمي الحقدين ورا ظهرك، وارمي الناس الوحشين ورا ظهرك، وخليكي مع الايجابيين بس، وعاملي كل واحد معاملته. على فكره في جمله سمعتها حلوه قوي، يقول لك ايه، انتوا بتحبوا الطيب بس بتدوا له على دماغه، وبتكرهوا الوحش بس بتعملوا له 1000 حساب. فدايما كده مش هتبقوا وحشين، بس خليكم اقوياء. يلا بينا. المنشية، الله 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 على المنشية، وحشتني. كنت بنزل على طول الاول وانا شغاله، دلوقتي خلاص بقى اتحبست، اتجوزت واتقفشت واتحبست. سجود انام على ايدي ومش عارفه، مش تعالى اوريكم شويه المنشيه، عشان عارفه الناس اللي بره مصر مغتربه بتحب قوي تشوف اجواء مصر هنا. حاجات رمضان. الولد لسه قايم من النوم ونام تاني. يا ساجد كلم بابا، ولا هو هنا. في رسام قاعد هناك اهو، شايفينه؟ شفتوه؟ عمو العسل ده. يا جماعه انا بعشق قوي المناظر الطبيعيه، انتوا عارفيني، الاشجار كده تحسوا ان انتوا كده في سيزينيا. بحب السمك قوي. هو انا ليه بحب كل حاجه طبيعيه؟ السمك بصوا كده. ناخد لنا صوره حلوه قوي مش عارفه ده برج ولا ايه. صحينا اهو، يلا. الجو حلو قوي النهارده. تيتا يلا تيتا. الصوره هنا ماليش دعوه، عايزه الصوره هنا. كنت شفتهم في الاندومي والراجل مش موجود. تعالى طيب، بص هنتصور ونرجع تاني. لا عيب، شفتهم في الاندومي. تعالى بقى بيعملها له. وطبعا بانه ان هو روتين، فحبيت اخدكم معايا من ضمن روتين اليوم بتاعي، ان انا عملت تيشن لرمضان حلو قوي قوي قوي. هتلاقوه في الانستجرام بتاعي، هحط لكم برده لينك الانستجرام، وهعمل لكم يعني هشاور لكم كده بايدي بسهم عشان تعرفوا تفرقوا ما بين اللينك بتاع البنوته القمر اللي هي جايبه ملابس وبتعرضها لكم، وما بين اللينك بتاعي في الصور بتاعه التيشن رمضان حلوه قوي قوي. وكمان كنا عاملين عليه مسابقه، 2 هيكسبوا، واحده تكسب خصم 50% على سيشن، والثانيه تكسب سيشن مجاني. خش بقى، ممكن حد فيكم يكون له نصيب، وفي نفس الوقت تشوف الصور بجد هتعجبكم جدا. كمان كان في كذا حد قايل لي على الانستجرام ان انا اعمل بيج لسجوده. ايه رايكم يا جماعه؟ بفكر اعمل له يوتيوب لوحده كده، انزل له عليه كل اسبوع مره او مرتين فيديوهات ليه خاصه بيه، ازاي بهتم بيه، او ازاي هو بيسمع كلامي، ازاي بعلمه يقول حاضر، او يشيل مكان ما اكل كده، او ينظف مكانه. ايه رايكم؟ سجوده بقى حبيب مامي ما شاء الله كان هنا بيبوس ايدي وكان جميله خالص. وهنا ساسكت قليلا. للحظه اتخيلت ان انا ابقى في الكعبه. يا رب يدي كل اللي عايز ويديني اروح الكعبه. مسجد ابو العباس. في ناس بتصلي فمش هينفع اصور الناحيه التانية. للاسف هنا مفيش حمام، كنت عايزه اتوضى فمفيش حمام هنا. يدي كل اللي عايز بيبي يا رب. المكان حلو قوي، بتخيل لو انا بزور النبي. يا رب اكتبها لي يا رب، ويديكم من نفسكم فيه يا رب. كل لما افكر في الكعبه احس ان انا هعيط. سامعين الهدوء يا جماعه؟ انا زعلانه عشان ما صليتش العصر، مش عارفه اتوضى ازاي. يعني عادي لو تيممت، مع اني تيميم عادي. جزء بسيط بس للحريم، والمسجد بقيته للرجاله. هما 3 مساجد، ابو الدرداء مش هنا، لا ياقوت وابو العباس. ابو الدرداء عند العمري. طب انا قاعده مبسوطه ومرتاحه، هقعد شويه وهمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور رحيم.
مخنوقه كنت وانا مخطوبه كنت باجي هنا كتير قوي قوي. سجوده سلم على خالة ايمي وخالة صافي، وسلم على رغد وحنين ووسين ومحمد، سلم على كل الفانزات بحبهم كتير. يا رب اديني يا رب والعمره يا رب. العمره جميله، تخيلوا كده هنا مكان، ما بالكم العمره بقى ومسجد النبوي الشريف. بصوا يا جماعه في حماميه هناك اهي في الارض، شايفينها؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب، شايفينها؟ ومراتها فوق اهي قفصه على بيض، شايفينها؟ بتاخد لها القش. ده بص بيصلي كده يعني كده بيسجد. قوم قوم يلا تعالى البس صلي عشان نمشي. يلا قول سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله. بيسجد كده والله هو. سلم السلام عليكم السلام عليكم. يلا قوم. ايوه شاطر. احنا خلاص نازلين، بس المره الجايه ان شاء الله اعمل حسابي اتوضى او اجيب حتى ازازه ميه اتوضى بيها. عايزه اقول لكم المسجد ده اصلا اثري، الناس اللي ما تعرفش في ابو العباس في اخر يعني قبل بحري قبل القلعه بالظبط. ناس كتير قوي بتيجي يعني حتى دلوقتي وناس كوريين تحت جايين. بس تعالى بقى دلوقتي نتمشى شويه، انا مبسوطه قوي قوي. كان نفسي يبقى معايا فلوس زياده كنت دخلت سجوده وكنتاكي، بس احنا كده كده هنروح نعمل فراخ وورق عنب. نخليها مره تانية نخرج كده وناخد سجوده بقى ايه في جوله كده. فيلا بينا بقى نشوف على البحر شويه، واجيب ممكن ايس كريم سجوده واندومي ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى هنا في باص داخل في اجانب والبحر بقى اهو. اسكندريه جميله يا جماعه، بيقولوا هتغرق، هنغرقونا، هنغرق كلنا، هنموت يا جماعه. بس ان شاء الله خير يعني، مفيش حاجه من دي هتحصل ان شاء الله. باي باي مسجد ابو العباس. يا جماعه الجو ده عايز سمك، انا شم حد بيعمل سمك مقلي بجد تحفه. بألف هنا وشفا على القلوب اللي هياكلهم. كان نفسي يبقى عندي شقه قوي في المكان ده، استنى اوريكم. طبعا انا بحمد ربنا على بيتي وكل حاجه، بس انا بعشق البيوت القديمه قوي دي، بحبها بموت فيها. وهناك بقى مراكب اهيت، هقعدكم على البحر شويه معايا. الباص ابو دورين، والله لو ما كان عندي حاجه كنت رحت ركبت الباص ابو دورين انا وسيجو دلوقتي. شايفينه؟ انا جيت المكان ده عشان سجوده في المنشيه اهو قصاد الجندي على طول. في بقى البنات اللي هي بتتعلم دي، عارفين الحاجات دي حلوه قوي. استحمى، يقولوا لي استحمى عشان البحر. ايه رايك؟ حلوه؟ انا نفسي اجربها بس بخاف منها قوي، متاكده لو ركبتها هقع بيها. متاكده لو ركبتها هقع بيها. وانا قاعده على بنك. سؤال، انت قاعد كل اللي يديك حاجه تاخدها وانا ادفع، صح؟ كل اللي يديك حاجه تاخدها وانا ادفع، يعني انت في ايه؟ افتح ايه بس؟ غزل بنات وجبت لك شيبسي وجبت لك اندومي وجبت لك عصير وجبت لك موز وجبت لك، عايز ايه تاني؟ فريسكا؟ ايه يخرب بيتك. ده ما يجيش معايا تاني يا جماعه، خلاص.
وطبعا قلت لكم ان انا هقعد على البحر شويه، وللاسف انا ما قعدتش، روحت لان الجو كان ساقع قوي، كمان خفت على سجوده يتعب. يا رب تكونوا انبسطتوا معايا النهارده، تكونوا انبسطتوا كمان من المناظر الجميله دي بتاعت البحر، وتكونوا عشتوا معايا اجواء اليوم. هنا بقى يلا بينا نعمل مع بعض كوسه شويه محاشي يعني بسيطه كده، بس انا بحب اعملها في البرام مش دايما يعني. فالنهارده هقول لكم على طريقتي وان شاء الله تحبوها كتير. بصوا انا شفت واحده كانت حاشيه الفلفل الطويل ده، فانا هعمله، فهجربه وهشوفه حلو ولا لا. هشوفه حلو ولا لا. ما انا اكلته اصلا وطعمه كان تحفه، بس هو كان سبايسي شويه يعني، كان حراق. المهم جبت نص كيلو كوسه. احمد ملوش في الكوسه خالص، احمد بيحب اكتر ورق عنب، فانا هعمل له ورق العنب الفريش الطازه اللي لسه طالع يعني جديد، عامل ربع كيلو، عامل 20 جنيه. فانا احمد كان جايب لي من فتره عشان كان نفسي فيه، فاكرين كان جايب لي بطرمان. المهم البصل ده انا قشرته كويس واديته فتحه كده وحطيته على النار علشان خاطر بس ياخد بس سلقه بسيطه خالص لا تذكر، وبعد كده هنحشيه مع بعض. بس هقول لكم دلوقتي يلا بينا نجهز مع بعض خلطه المحشي. بسف منكم. نقطع بصل بقى كتير زي ما تحبوا، طويل صغير كبير مكعبر اي حاجه، بس هو البصل يفضل يكون يعني سامبل كده وصغنطط عشان يتحمر بسرعه وفي نفس الوقت ما يكونش باين في قلب المحشي. انا يا جماعه ساعات الحقيقه بستعبط وبعمله كبير يعني، بس المهم ان هو يتكرمل كويس كده ويبقى دايب كده. المحشي طبعا ليه طريقتين، طريقه ني في ني وطريقه اللي هو بيتسبك، فانا هعمله معاكم النهارده بالطريقه اللي هي المتسبك. هنا ما كانش عندي خالص سمنه، فحطيت مكعب من الزبده وهحط عليه حبه زيت وهنزل عليه بالبصل على طول. هديله تقلبتين الاول كده عشان خاطر لحد ما يتحس ان هو دبل، وبعد كده هنزل بشويه ملح عشان الملح بيخليه يدبل اكتر ويحمر بسرعه. وطبعا ده ورق العنب، وتجربتي مع ورق العنب الطعم كان لذيذ، بس ورقه ذات نفسها فيها حاجه مش طبيعيه، فيها حاجه حلوه يا جماعه. الخضره بقى بتاعت المحشي الوحيده اللي تتقطع بصبر وعناء واعتناء بكل ما عندك واحاسيسك، واحده واحده وحته حته وبالراحه شويه. الخضره بقى الوحيده لما تقطعيها صغير بتبقى قمر كده في الكوسه او في الحشوه عامه. هنا بقى البصله احمرت يعني، هنسيبها تحمر شويه وبعدين ننزل بالطماطم. وهنا زريبيو ونزلنا بالطماطم على طول، وبعد كده نقلبها تقلبتين. عصير الطماطم عشان يطلع معاكي احمر وتخلي صباع المحشي كده احمر وجميل، بتحطي طماطم كتيره وتحطي حبه ميه صغيرين يا دوبك تلف بس الخلاط معاكي. بعمل اما فرحان حبيبي. طبعا شفتوا سجوده كان فرحان عشان خاطر كوكو، الاطفال اللي اتظلمت في الكوكو يا جماعه. بقى تعالوا اقول لكم الفراخ هنعملها ازاي. اهم حاجه نسمع. طبعا سمعتم اللي انا اقصد فيه، تحطوا الحله ما يكونش فيها نقطه ميه، ننزل بالفراخ نسمع الصدمه، وبعد كده نقلبها تقلبتين وننزل عليها بالبهارات بتاعتها، بصل مكعبات، كاري وكركم، لورا وحبهان، حبه كزبره ناشفه وملح فلفل اسمر، فص ثوم يكون مدقوق كده او متقطع سلايس، بق طماطم عصير وعليه بقيه الميه وننزل بيهم على الفراخ. وطبعا عشان خلطه المحشي تطلع معاكي حلوه وتعرفي تمسكي الرزايه كده بالصلصه بكل يكون الرز قبليها مغسول كويس ويتصفى كويس. هنا بقى البصل اللي احنا اديناه كده زي تسخينه بسيطه، وبعد كده فرغنا عنه الورق بتاعه، بس يا ريت ما تنسوهوش قوي عشان احنا عايزينه ما يكونش مرخرخ، احنا عايزينه يكون جامد. وهنا بقى كده بنقور كده الفلفل، بنديله كده كام خرم من فوق ونطلع القمع بتاعه بس. الصراحه الاول كنت بشيل الغطا كده بغطاه كله، بس حماتي اللي علمتني الحركه دي بالسكينه، نبوظ السكينه ونفضل. وطبعا دي مش مقوره، دي بتاعه تفاح وانا بفكرها مقوره. بعد ما حاولت اعمل بيها خرمت لي الكوسايه، وبعد كده استخدمت الثانيه عادي. هنا بقى ورق العنب اللي هو المجفف زي ما قلت لكم، البلدي احلى بكتير من ده، والبلدي انا بجيبه واحطه في شويه ميه دوبك دافيه واطلعهم واحط معاهم عصره ليمون واشيلهم في الفريزر. المكرونه او التسبيكه بتسيبيها تغلي لحد ما تصفى معاكي خالص، تبقى بس عباره عن خليط تخين، بعد كده بنزل عليها بالبهارات. نزلت بقى مكعبين مرقه من الدجاج وبيخليها محليه جدا، مش محليه حلوه يعني، بيكون طعمها لذيذ. وطبعا معلقه كمون ومعلقه كزبره ناشفه وشويه فلفل اسمر، وبعد كده ننزل بالخضره بتاعتنا ونقلب من فوق لتحت، وبعدين الرز يكون متاكد اللي هو ناشف. لو هتحسي ان هو فيه ميه امسكي كده الصفايه بتاعه الشاي اللي استلس وصفيه كويس. بقى نقلب شمال يمين فوق لتحت لحد ما يقول لك يا عم فين اراضيك، او يقول لك ارحميني يعني خلاص اتقلبت وبقيت كويس وتمام وحياه ربنا. وما تنسوش تدوقوا الاكل عشان انا كائن ما بحبش ادوق الاكل وانا بعمله خالص، ودي مشكلتي مع الاكل يا جماعه. بس والله بحاول ان انا اتعود ان انا ادوق الاكل وهو بيتعمل عشان خاطر ما اسمعش كلام زي لسان. وهنا الخلطه بعد ما خلصت شايفينها جميله ازاي، ما فيهاش اي حاجه. هنا كنت بحاول اصفي لو في اي عصير ميه علشان خاطر اخليه اشرب بيه مع شويه شرب. طبعا احنا عارفين ان الكوسه او الفلفل او اي حاجه بتتحشى كبيره ما بنحطش يعني الحشوه لحد الاخر عشان ما تتكبش مننا يعني بره. بنحشي الكوسه كويس وبنيجي كده عند اللي فوق بنسيب لها زي نص عقله كده او عقله عشان خاطر ما تتسلق ما تطلعش الرز بره عنها. واحنا بنحشي طبعا بنخلي بالنا ان هو الرز يكون وصل على تحت، عشان ساعات الرز بيقف عند حته ونص
نص الكوسايه وما يكونش وصل لتحت. بنهبت كده هبتين بساط وبعدين نحشيها كويس. وكمان ما تنسوش تمسحوا الكوسه كويس او اي حاجه بتحشوها عشان خاطر الرز من بره لما بيتسلق بيه او بيستوي بيه بيبقى شكله مش لطيف، بينفش، بيبقى شكله معجن كده ومش حلو خالص. انا النهارده هسويها في البرام، وقبل كده عملته مع البرام بس بصراحه كنت عامله معاه فراخ، بس المره دي انا حبيت اعمل شوربه فراخ فما حطيتش الفراخ معاها في قلب الطاجن. هتشوفوا دلوقتي حطيت بس المحاشي بس. وبالنسبه للطواجن قلت لكم كتير انها مفيده جدا انك تجيبيها، بتدي طعم شكل الاكل تحفه. وكمان الاواني اللي هي البورسلين جميله جدا في التقديم وفي الاكل، تحفه قوي ما شاء الله زي البايركس بالظبط. هنا بقى البصلايه بصراحه هي استوت مني شويه بس كان طعمها لذيذ، يعني اهم حاجه بس البصله يدوبك في الميه دقيقه بالكتير، ما تاخدش دقيقه وتطفي عليها، تفرغي منها الورقه تطلع معاكي الورقه بورقتها وتحشيها عادي. بالمناسبه في ناس كتيره بتعمل الطماطم بتحشيها، بتجيبي الطماطم وبتفرغها من النص من القلب بتاعها بمقوره وبتحشيها. هنا بقى ورق العنب. ورق العنب فيه وشين، اول وش خشن والتاني وطريقه اللف دي انا بقول لكم عليها طريقه لف زي طريقه الشغل بتاعنا، كنا بنلفه كده، نحط حبه رز وبعد كده بنجيب الشمال على اليمين وبعدين نلف لورا وبعدين بنديها كده زي رولة بتتلف على طول. ونسيت اقول لكم ان احنا بنلف على انه ناحيه، بنلف على الناحيه الخشنه، يعني نخلي النعمه على الارض على الخشبه او على الرخامه، والناحيه الخشنه هي اللي بحط فيها الرز عشان النعمه تقفل على الخشنه وتبقى كده ماسكه. وكمان تمسكوا ورقه العنبيه وتعصروها من الصلصه اللي فيها، وضروري لما تيجوا تسووها تزنقوها كويس جدا بحيث انها ما تاخدش نفس ولا تفرفط وانها تتضخم كده وتنفش معاكم ويبقى شكلها مش حلو. ورق العنب عارفه اللي ممكن يكون لفه صعب بس مع الاستقرار واستمرار هتحسوا ان انتوا يعني شطورين فيه. بيفرق عن ورق الكرنب. ورق الكرنب بتلفيه وانتي ماسكاه مش وانتي حاطاه على حاجه، وده كمان في ناس بتلفه وهم ماسكينه في ايديهم بس بحس ان هو بعد كده بينفش بيبقى شكله مش لطيف خالص. ما تنسوش تجربوا طريقه الحشوه بتاعه المحشي دي وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات. وكمان لو في اي حاجه مثلا يعني انا ممكن تقترحوا عليا فيها تكتبها له في الكومنتات. هنا بقى البرام انا غسلته كويس وبعد كده نزلت بيه بالورق العنب وهزنق كويس جدا على قد ما هقدر. طبعا شايفين الصباع حلو ازاي ملفوف ما شاء الله كويس قوي. هنا رصيت تحت العنب ورق العنب كله، بعدين حطيت الكوسه وحطيت الفلفل. تعمل ايه سجود؟ ايه؟ وطبعا خلصت الاكل. ضروري يا جماعه اي برام هتحطوه في الفرن او اي حاجه فيها كوسه او محشي لازم تغطوها باي غطا عندكم، ما يكونش فيه الغطا يكون فيه بلاستيك عشان ما يتحرقش منكم في الفرن ويسيح. اي غطا عندكم الومنيوم وتغطوا بيه البرام او الصينيه او اي حاجه تعملوا. الحاجه الوحيده اللي ما بتتغطوش هي الفراخ ولا البشاميل اللي بيتغط ولا الرز المعمر. اي حاجه تانية محشي كرنب ورق عنب كوسه فلفل بتنجان هتتحشى لازم تغطوا الصينيه بتاعته، سواء عاملينه في صينيه او عاملينه في حله في الفرن او عاملينه في كان في بقى حد سالني قال لي يا فريده ايدي بايظه ومضايقاني ونفسيتي تعبانه بسبب ايدي وبسبب الميه السخنه، ايدي بتقشف. جماعه الميه السخنه فعلا بتطير الايد جدا، وبعد كده لما بتسيبي الميه السخنه وتديها في الهواء الايد بتقشف او بتنشف وبتبقى خشنه كده ومش الجلافز ده او الجوانتي حسب ما تحبوا تقولوا يا جماعه، ودي طريقتي اللي انا بحب اتكلم بيها عشان بس انا بحب اقول ملحوظه للناس يعني. حلو قوي على قد ما هو تحس ان هو تقيل ومقيد في الايد بس بجد حلو بيحمي ايدك جدا. وطبعا انا لابسه في ايد واحده بس عشان الايد اليمين هي اكتر حاجه احنا بنهنا. هنا بقى انا كنت سلقت الفراخ وكمان عملت المحشي خلاص خلص، قلت احمر حبه ملوخيه، حمرت الطماطم احمر حبه ملوخيه، نزلت بالملوخيه على قول اشربوا العصير عشان هو حلو ومفيد. ايوه قبل ما نشرب العصير بنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قول بسم الله الرحمن الرحيم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. شاطر. بعد ما نخلصه يلا عشان نغسل بقى ايه your teeth. اوكي او نغسل اسناننا with your hand. او نغسل اسناننا نغسل ايدينا. شاطر برافو. يلا اشرب بسرعه يلا عشان تغسل. يلا شاطر برافو شاطر. ايوه وهنا بقى يا جماعه سجوده كنت انا خلصته وهو كمان خلص. عايزه اقول لكم الحمد لله الله اكبر اللهم بارك ما شاء الله. سجوده بيعمل كل حاجه ودلوقتي السن ده بيلقط منكم كل حاجه. بحاول على قد ما اقدر افهم انجلش كويس عشان خاطر لو ربنا كرمني دخلته تجريبي يبقى على الاقل فاهم كلمات، وبحاول اكلمه بالكلام الانجليش والعربي لان في السن ده الطفل بيكون زي بالظبط اللي هو الاسبونشه السفنجه بالبلدي، لما بيتكلميه بيشفط كل حاجه او لما بتكبي عليها ميه بيمتص كل حاجه. فهو حاليا بيمتص كل حاجه بيكتسبها منك
سواء سلوكيات كويسه او وحشه. فحاولوا على قد ما تقدروا تتعاملوا مع اطفالكم بحنيه. انا ساعات بتعصب عليه، بس والله العظيم يعني بحاول ان انا طول الوقت ابقى هاديه، رغم وحياه ربنا ان هو بيعمل حاجات بجد بتتعبني جدا. يعني كسر لي ازازه الميه وبهدل لي الريسبشن كله بالازاز والميه والمطبخ، يعني كنت بجد متبهدله. المهم حابه اشكر البنوتات القمر الفيديو اللي فات اللي كتبوا انا نوتيلا، والمره دي برضو اكتبوا لي انكم نوتيلات. لو وصلتوا لاخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب. بحبكم كتير 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 في رعايه الله. ما تنسوش تصلوا على النبي، وكمان ما تناموش الا لما تكونوا مروقين البيت بتاعكم. وما تنسوش تعملوا اشتراك عند صاحبتي او البنت اللي انا نزلت لكم اللينك بتاعها، وكمان تعملوا اشتراك عند اختي مي. وما تنسوش تناموا الا لما تقراوا سورة الملك، وكمان تصلوا قيام الليل وادعوا لي وليكم المثل ان شاء الله. باي.